اهلا بيك كابتن كرم. عايزينك بقى حضرتك ناشئ لسه باذن الله، ومضيت في الفريق الاول ولا لسه؟ لا، هم كلموني والله اخر فتره دي في ايام كابتن حلمي طولان وان انا كنت همضي. كان بعد ماتش تقريبا حرس الحدود. بعدها حصل بقى حصل في النادي دوت، والكابتن حلمي مشي، وبعدها وانا بتمرن فوق وشويه تحت. فمستني الفتره دي باذن الله يعني تكون حاجه كويسه ان شاء الله. حضرتك كسبوك ازاي؟ هم كسبوني عن طريق اسمنت السويس، الكابتن محمود الخواجه، الدكتور محمود سعد. لعبت قصادهم كذا مره يعني. خلصوني من نادي اسمنت السويس من 2009 2008 2009. فبدات بعدها 2010 قعدت سنه في النادي. بعدها اللعب بالدرجه الاولى من ايام الكابتن حسام. تمام. وكنت اول ناشئ في نادي الزمالك عن 16 سنه فوق، وسافرت مع الامارات وسافرت مع السعوديه. بعدها كابتن تولى كابتن حسن شحاته، كابتن اسماعيل يوسف، اتمرنت معاهم. بعدها مشي جه فييرا. كنت انا بدات ان انا ابقى تحت، لان كل ما ببني مع مدرب وزي ما انت فاهم الناشئين والكلام ده كله، كل مدرب جديد عايز يجي يبني فرقه جديده والكبار. بعدها جه كابتن حلمي طولان، لعبت معاه واتمرنت معاه برضه، ولعبت معاه ماتشات وديه شاركت معاه. بعدها كابتن احمد حسين ميدو برضه طلعت معاه وشاركت معاه في ماتشات وديه. والفتره دي ربنا يسهلها ان شاء الله باذن الله. يعني باذن الله نشوفك قريب في الملعب باذن الله ان شاء الله. عايزين بقى نعرف ناس انت مركزك ايه بالظبط؟ ديفندر. تمام. انا عايز بس اقول للمشاهدين ان ده هيبقى احسن ديفندر في مصر. يعني انا اتفرجت عليه بنفسي، وهو بسم الله ما شاء الله عليه ملوش حل. ان شاء الله هيكون الفريق الاول.